أهلا وسهلا فيكم من جديد وبفيديو جديد. اليوم رح نحضر مع بعض طريقة عمل مافن الشوفان الصحي بدون طحين بدون سكر. مناسب للناس اللي عم يعملوا دايت أو معهم سكري، فمناسبة كتير لإلهم. تابعوا الفيديو للآخر ويلا نشوف كيف طريقة التحضير. وقبل لا نبدأ بالفيديو يا ريت تضغطوا على اللايك لحتى يرتفع لأكبر عدد من الناس. هون بنحتاج 3 حبات من البيض بحرارة الغرفة، وراح نضيف عليهم معلقة طعام من الفانيليا أو باكيت، وراح نضيف كاسة شاي من الزيت النباتي أو 3/4 الكوب إذا كان كوب كبير، وراح نضيف عليهم الجوز المطحون تقريبا 3/4 الكوب، وبنضيف 2.5 كوب من الشوفان المطحون. بالنسبة للمقاسات نحن راح نضيف هلأ بالوصفة 1.4 كوب من الحليب، فبنفس كوب الحليب بنضيف بنقيس أكواب الشوفان، يعني بنضيف 2.5 كوب بنفس كوب الحليب، وبنضيف عليهم 1/4 كوب من الشوكولات داكنة. فيكن تستبدلوا الشوكولات داكنة بالعسل أو بعجوة التمر حسب المتواجد، أو فيكن كمان تضيفوا حبتين من الموز. ضفت عليهم معلقتين طعام من الكاكاو، وراح أضيف عليهم معلقة صغيرة من الباكنج باودر ومعلقة صغيرة من كربونات الصوديوم مسحوق الخبز، وها هو بهذا الكيس هو مثل ما شايفين مكتوب عليه كربونات. وراح نضيف 1.4 كوب من الحليب. الحليب بيكون سخن، يعني بنسخن الحليب وبنضيفه فوق الوصفة 1.4 كوب. وبعدها بدنا نخلط كل المكونات مع بعضها لحتى ما يصفي عنا أي تكتلات. وبعدها بدنا نجهز قالب الكيك أو صينية بيركس أو قالب الكب كيك حسب انتي كيف بدك تعمليها. أنا هون جهزت قالب الكب كيك وضفت عليهم ورق الزبدة. هون رح نجهز الفرن، رح نسخنه على حرارة 200، وبعدها بدنا ننزل الحرارة، بدنا نحط قالب الكب كيك بوسط الفرن، رح نشغل من فوق ومن تحت، ورح ننزل الحرارة لل180. بس قبل لا نحط القالب الكب كيك رح أزينهم بالشوكولا، حبات الشوكولا، لأنه أنا ما ضفت أي سكريات، أي عسل أو أي حبات من الموز مثلا، ما ضفت موز، حتى ما ضفت عسل، فلازم يكون يعني في طعمة سكريات، بس سكريات صحية يعني من الشوكولات داكنة. وهون زينتهم بحبات الجوز من الأعلى، أو فيكن إذا متواجدوا عندكم اللوز المبروش كمان فيكن تضيفوه. وهون رح ناخدهم على الفرن. هون بعد ما أخدوا معي تقريبا 25 دقيقة خبز بالفرن صاروا جاهزين عنا، رح نتركهم ليبردوا وبعدها بدنا نقدمهم. وهلا رح فرجيكم كيف من جوا هشة وطرية، وما بتفرق أبدا، بس إنه بدون طحين وبدون أي سكريات، حتكون السكريات صحية مثلا. وهاي الكب كيك عنا من جوا، شوفوا ما شاء الله كيف هشة وطرية وكتير سهلة. بنصحكم تجربوها، وإذا جربتوها لا تنسوا تكتبولي بالكومنت كيف كانت النتيجة معكم. وإذا كنتوا أول مرة عم بتشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، كتير ضروري لحتى يصلكم كل جديد من وصفاتي. بتمنى لكم كل التوفيق يا رب، وشكرا جزيلا للمشاهدة.